السلام عليكم. انا واحد عاشق لكنتاكي بكل حاجه بقى، التتبيله ووجع البطن والحاجات دي كلها، بس بما انه مقاطعه فانا جاي النهارده اشوف احسن بديل مصري ليه. يلا بينا. وقبل ما نبدا ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم ان شاء الله. انا وحدت الحاجه اللي هجيبها من كل محل وهي 3 قطع فراخ عشان كله يبقى واحد تقريبا، فيلا بينا نخش في التجربه على طول. المحل ده بقى واحد من المحلات اللي عجبتني الفرايد تشيكن قوي هناك، فتعالوا نجرب باب الحاره. وجبه دينر بوكس بسعر 136 جنيه، بيجي معاها بطاطس كول سلو و2 عيش كايزر و3 قطع فراخ. حلو البطاطس والتتبيله اللي عليها حلوه. هم عملوا حاجه كده ان هم جابوا لي الوجبه كلها دارك ميت من غير ما نطلب، بس مش مشكله. انا بالنسبه لي عامه التتبيله بتاعتها حلوه والفراخ نفسها طعمها حلو. لا حلوه، حتى برضو التوابل اللي محطوطه على البطاطس حلوه الصراحه. كول سلو بقى، لا الكول سلو دي حلوه، ولا طعم كرنب طاغي ولا طعم حاجه طاغيه، فهي لا مظبوط. هنخش على اللي بعده. المحل ده بقى لما جربته المره اللي فاتت حسيته كنتاكي في عزه، فتعالوا نشوف هل هو لسه زي المره اللي فاتت ولا لا. يلا بينا على اباتشي. ده دينر بوكس سعره 145 جنيه. صح، ده لسه طالع من الزيت طازه. نجرب كده في الاول بطاطس. يعني البطاطس التتبيله بتاعتها حلوه بس هي منديه سيكه، بس المهم واللي انا جاي عشانه الفراخ. هي فراخ لسه طالعه من الزيت وما صفوهاش بس. بسم الله. هي التتبيله بتاعتها حلوه بس هي باين فيها قوي طعم الشطه. انا عايز اجرب الورك بما اني جربت الورك قبل كده. بص التتبيله بتاعتها طعمها حلو بس هي فراخ مزيته يعني، بس هو كان محتاج يسيبها تتصفى شويه، وهي صراحه كانت هتبقى حلوه قوي. كول سلو بقى، كول سلو خطير. المهم نخش على اللي بعده. رحت بعد كده بقى على تيكوز وجبت من هناك عرض الحريف 3 قطع فراخ وكول سلو وعيش ب 89 جنيه او ب 100 جنيه على حسب اليوم. بسم الله. هي لسه طالعه من الزيت فبرضه هي كانت محتاجه تتصفى شويه، بس بغض النظر عن كده هي طعم الكراست نفسه حلو والتتبيله بتاعتها حلوه وسعرها حلو قوي. برضه محتاجه ادوق الصدر. تتبيلته حلوه يعني، هو باين فيه ان التتبيله واصله لغايه جوه، باين فيه طعم الشطه وهو نفسه حلو، فلا لذيذ. كول سلو بقى، حلو الكول سلو. والمحل ده بقى انا اول مره اجربه بس كذا حد رشحه لي قبل كده. يلا نجرب بندق. الوجبه دي بقى ب 135 جنيه. والله شكل الفراخ حلو، ده كده يعتبر اغلاهم بقى. بان انها محطوطه لوحدها وكمياتها كتير. انا بطوف قوي والعيش كمان طازه. الصدر ده بيفكرني بالصدر بتاع البركه. هي بس التتبيله مش واصله لغايه جوه يعني، هي التتبيله باينه من بره وباين قوي فيها طعم الشطه، بس من جوه مش حاسس ان التتبيله وصل جوه. الورك بقى، في الورك بقى كان باين طعم الشطه اكتر كمان من الصدر، فلو انت بتحب الحاجات السبايسي قوي ده هيعجبك. خش على بعض. المكان ده بقى انا جاي من ترشيح صديق ليا وهو عايز فود اكسبريس. يلا نجرب بويو فرايد تشيكن او بوي تشيكن بس. دينر بوكس برضو ب 140 جنيه، صدر ورك دبوس بطاطس كول سلو. البطاطس برضه حلوه بس هي كانت محتاجه يتحط لها تتبيله او ملح او اي حاجه عن كده يعني، برضه ما تصفش. الفراخ سخنه قوي، هي باين عليها التتبيله داخله لغايه جوه فيها، وبعدين التتبيله كتير برضه. بسم الله. هي التتبيله بتاعتها حلوه، طعم الشطه فيها مش طاغي قوي وهكذا، انت حسب يعني حسب التتبيله مع الكراست فهي عاجباني. الورك بقى، مشكلتي لما القطع بتبقى مزيته الورك بيبقى مزيت اكتر كمان. انا جربت كذا ورك من كذا محل احسن منه، بس هو الصدر الصراحه اللي طعمه حلو قوي. نجرب ايه الكول سلو بقى. كرنب، كرنب جدا. وفي الاخر بقى ملخصا للفيديو ده، ايه احسن بديل لكنتاكي من وجهه نظري؟ بالنسبه لي لو هنتكلم على سعر فتيكوز الصراحه كان سعره حلو قوي، بس غير بقى الاسعار فبالنسبه لي باب الحاره كان توب توب توب. بس بغض النظر عن كده ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتحبوا تاكلوا فرايد تشيكن منين، وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وذ اباظه. سلام.